السلام عليكم. حكايتنا النهاردة عن منطقة جميلة وكلها تاريخ، هي كرموز بالإسكندرية. حكاية حي من قلب الزمن. زمان لما الإسكندر الأكبر جه يبني الإسكندرية حوالي سنة 331 قبل الميلاد، كانت المنطقة اللي بنسميها دلوقتي كرموز عبارة عن أرض زراعية واسعة مليانة كروم عنب وأشجار، واليونانيين القدماء كانوا بيسموا العنب كرموز، وعلشان كده بقت معروفة بالاسم ده اللي مع الوقت اتحول لكرموز بلهجتنا المصرية. لكن اسم كرموز مش بس مرتبط بالعنب، الحي نفسه شهد أحداث تاريخية كبيرة جداً، وكان واحد من أهم المناطق في العصر الروماني والإسلامي كمان. كرموز في العصر الفرعوني والروماني في العصور القديمة. كرموز كانت قريبة من منطقة المقابر الفرعونية اللي بقت بعد كده المقابر اليونانية والرومانية، وأشهرها كوم الشقافة اللي تعتبر من أعظم المقابر الأثرية في العالم. الكهف ده كان مكان دفن للفراعنة، وبعدهم اليونانيين والرومان استخدموه، وبيجمع بين الفنون المصرية القديمة واليونانية والرومانية في نفس الوقت، وده بيدل على إن الحي كان مليان حياة وثقافة من زمان. وفي العصر الروماني المنطقة كانت قريبة من حصن وقلاع دفاعية، وكان فيها ميدان كبير للرومان كانوا بيعملوا فيه احتفالاتهم ومصارعاتهم، ولسه في بقايا للآثار دي لحد دلوقتي. كرموز في العصر الإسلامي والمملوكي مع دخول الإسلام مصر، كرموز بدأت تتحول لمنطقة سكنية مزدحمة، وبدأت البيوت تتبني جنب بعضها بشكل كبير. المماليك والعثمانيين اهتموا بيها لأنها كانت قريبة من موانئ التجارة، وكان فيها بعض الأسواق اللي بتتباع فيها الحبوب والبضائع اللي كانت بتيجي من البحر المتوسط. وفي الفترة العثمانية كانت كرموز منطقة صناعية وتجارية كبيرة، وده ظهر في الأسواق القديمة زي سوق الجمعة اللي كان بيتعامل في الحي، وبقى واحد من أقدم الأسواق في الإسكندرية. كرموز في العصر الحديث لما الحملة الفرنسية دخلت مصر سنة 1790، كرموز كانت واحدة من المناطق اللي حصل فيها اشتباكات بين أهالي الإسكندرية والفرنسيين. وبعد كده في عصر محمد علي باشا بدأ تطوير بعض المناطق، لكن كرموز فضلت محافظة على طابعها الشعبي، واتجمعت فيها الحرف اليدوية والتجارة الصغيرة. وفي عصر الخديوي إسماعيل الإسكندرية كانت بتتوسع، لكن كرموز فضلت جزء من الأحياء القديمة اللي بتجمع بين الماضي والحاضر. الشوارع ضيقة والبيوت قريبة من بعضها، والحياة فيها زي ما هي من مئات السنين. أشهر معالم كرموز عمود السواري، وهو أطول عمود أثري في مصر، بيرجع للعصر الروماني وكان رمز للنصر والقوة. مقابر كوم الشقافة واحدة من أروع المقابر اللي بتجمع بين الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية. سوق كرموز سوق شعبي مشهور بالحركة الدائمة والأسعار المناسبة لكل حاجة ممكن تتخيلها. كرموز دلوقتي بالرغم من إنها بقت منطقة شعبية مزدحمة، لكن روح الماضي لسه عايشة فيها. تمشي في الشوارع تلاقي البيوت القديمة والحارات الضيقة، وتسمع صوت الباعة بيندهوا على بضاعتهم، وتشوف الأطفال بيلعبوا في الشوارع زي زمان. كرموز مش مجرد حي، دي حكاية بتتقال في كل شارع وزقاق، حكاية عن ناس عاشوا وكافحوا وخدوا من الزمن كل حاجة وفضلوا محافظين على أصالتهم. انتظرونا في حكاوي تانية كتيرة، حكاية على الناصية.